السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم جديد فريق حسنية أكادير. أعلن نادي حسنية أكادير يومه الاثنين رسميا عن فسخ عقد المهاجم محمد غرس الله بالتراضي. وكان الفريق السوسي قد تعاقد مع غرس الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد احترافي يمتد لموسمين رياضيين. ونشر الحسنية بلاغا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك جاء فيه: يعلن نادي حسنية أكادير رسميا عن فسخ عقد اللاعب محمد غرس الله بالتراضي، متمنيا له التوفيق في مسيرته الرياضية. ومن جهة أخرى قدم اللاعبين السابقين لحسنية أكادير كريم البركاوي ومراد بطنة أداء محترما اليوم في الدوري السعودي، والبداية ستكون مع مهاجم الفتح السعودي مراد بطنة، حيث ألحق فريقه هزيمة ثقيلة بضيفه الشباب بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. المغربي مراد بطنة من ضربة جزاء في الوقت البدل الضايع. كما قاد المهاجم كريم البركاوي فريقه الرائد للفوز على مضيفه الباطن ب2-1 اليوم الاثنين ضمن الأسبوع العاشر من الدوري السعودي، حيث افتتح البركاوي تسجيل لفريقه في الدقيقة 31 قبل أن يصنع الهدف الثاني في الدقيقة 57.